في ناس بتفتكر إن الرعب بيجي من المقابر أو من الأماكن المسكونة، بس الحقيقة الرعب الحقيقي بيبدأ لما يبقى في حاجة تحت سريرك وإنت متأكد إنك ساكن لوحدك. كان في شاب اسمه كريم عايش لوحده في شقة صغيرة، إيجار قديم، في شبرا، شغل جديد وحياة جديدة. بس من أول أسبوع حصلت حاجة غريبة ليلة الخميس، وهو راجع متأخر من الشغل. دخل بيته كالعادة، قفل الباب، عمل كوباية شاي وقعد على السرير. بس وهو بيقلب في الموبايل سمع صوت بيهمس باسمه: كريم. افتكر في الأول إنه بيتخيل، لكن الصوت اتكرر: كريم، أنا هنا تحت السرير. واقفة مكانه، قلبه بيخبط. راح جاب الموبايل، فتح الكشاف قرب من السرير وركع على ركبته وببطء. بص تحت السرير، ما كانش فيه حاجة، ولا حتى تراب. سريره كان نظيف فاضي. رجع ينام، بس قبل ما يغفل سمع نفس الصوت بصوت أعلى شوية: كريم، ما تبصش تاني، أنا لسه تحتك المرة دي. ما استناش، خرج من الأوضة وقفل بابها. نام على الكنبة في الصالة. بس طول الليل كان سامع حاجة بتخبط في الأرض. تاني يوم راح الشغل وحكى لزميله أدهم. أدهم ضحك وقال له: يمكن جارك اللي فوق بيهزر، ولا أنت تعبان ومتوتر بس كريم ما قدرش يتجاهل اللي حصل في نفس الليلة. وهو نايم في الصالة صحاه صوته بيهمس: كريم، أنا نقلت، دلوقتي أنا تحت الكنبة. من ساعتها محدش شاف كريم تاني. الجار بيقول إنه بيسمع صوت خبط كل ليلة جاي من تحت السرير الفاضي، وبيسمع الهمسة دي: أدهم، أنا تحت السرير بتاعك دلوقتي. في أصوات ما ينفعش نرد عليها، وفي حاجات لازم تفضل تحت السرير.